ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لحضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأهل سندنا إليه، ثم إلى روح شيخنا ومربي أرواحنا مرشدنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري، وإلى روح أستاذنا لاحق محمد رضوان بن يحيى حسن البصري ووالدنا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين، وإلى حضرة النبي وآل النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على يا ربي صل على محمد
محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق. يا ربي صل على يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثاق. يا ربي صل على يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب. فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد. حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا.
جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدًا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به
فينبسط في قلبه نور السر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه. وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه، وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه. ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على نبينا محمد الرؤوف الرحيم. عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراقب لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنى تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع،
ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخامف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا
لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة، لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. سيد الرسل هدينا هيا بغارة إلينا الآن يا همة الأقطاب، ما عدينا صدق والسر يا رسول صافي الله ذاك ابن عيسى أبا السادات ثم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القدم رسول ثم الوجه لدين الله سقفنا طريق العداء والسيد الكبير
يا أهل الحساب والنسب الأسماء والعلم والحلم والتقوى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ لقد بهذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يشبه ويمسي في سرور وابتهاج بقرب جور إشراقها جاسرات والعيون متشوفة إلى بروجه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوجه وكل دابة لقريش نطقت بفصل العبارة مؤلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا تطفي حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بتر الفرح بملاقات الأشرف البريات وبروجه من عالم الخفاء إلى عالم الجهور بعد تنقله في البطون والجهور فأجر الله في الوجود بهجة كريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعجيم ببروج هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فهنا كربا ونود هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترهيب وأمطار الجود لله على الوجود تسد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تائد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كنهاج المستور ليبرج نوره كاملا في عالم الجهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدر عند وجه أمة تانسا لجنابها المسعود ومشاركة لها فيها جسمات الممدود فهدرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله لهم من أشراف بالقسمة الوافية
فأتى الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود، فانفلق شب الكمال من النور عن عمود، وابرج الحامد المحمود مجنا لله بتعجيم وسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك الله يا نبي سلام. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام، مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشام. الله سلام عليك ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. سلام عليك يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. الله يا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم. صلى الله
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا أيتها المولودة سميتك ما سماك الله في الأزل يمنى مفازة سلسبيلة بنت تدي ما يرزق بارك الله سميتك ما سماك الله في الأزل يمنى مفازة سلسبيلة بنت تدي ما يرزق بارك الله سميتك بما سماك الله في الأزل يمنى مفازة سلسبيلة بنت تدي ما يرزق بارك الله بارك الله بارك الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سميتك بما سمك الله في الأزل أحمد حفي بن سيف الأزوان بارك الله سميتك بما سمك الله في الأزل أحمد حفي بن سيف الأزوان بارك الله سميتك ما سمك الله في الأزل أحمد حفي بن سيف الأزوان بارك الله بارك الله بارك الله واجعلهما من عباد الله الصالحين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد نسألك أن تجعل يمنى مفازة سلسبيلة بنت تديما يرزقا وأحمد حبيب بن سيف الأزول بارين لك وبارين إلى رسولك وبارين لوالديهما اللهم اجعلهما بارين لك وبارين إلى رسولك وبارين لوالديهما اللهم اجعلهما بارين لك وبارين إلى رسولك وبارين لوالديهما نعيذهما بالواحد الصمد من شر كل ذي حسد ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في أولادنا وأزواجنا وذريتنا ولا تضرهم وفقنا وإياهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية، والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها، أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراره الأوصاف المحمدية وقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في العمل المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة.
اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تعد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد القونين وأشرف الثقلين العمد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وعملنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وزنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظهره وأم ببركاته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعلم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم قربة المقربين واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائم وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita sedikit membaca manaqib Habib Ali Sahibul Maulid. Bismillahirrahmanirrahim. قال الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الحمد لله الكريم الوهاب الذي اختص من شاء من عباده بالمحبة والسعادة
فأكرمهم بقربه ومحبته واصطفاهم من خلقه وجعلهم أخيارا وسادة فهم دعاة الخلق إلى الله وهم الهداة القادة والصلاة والسلام على خير مبعوث وأكرم رسول جاء بالخير والسعادة سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد أفضل عبد أحبه الله وأعطاه مراده خصه بالشفاعة العظمى والمقام المحمود والدرجة العالية والوسيلة فيا لها من سعادة صلى الله وسلم عليه وعلى آله الكرام الأخيار القادة وأصحاب الأعلام وأصحابه الهدى والنجوم الوقادة وتابعهم بإحسان إلى يوم القضاء والشهادة أما بعد. Riwayat singkat penyusun Risalah Maulid Al-Habsyi. Al-Habib Al-Imam Al-Alam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dilahirkan pada hari Jumat tanggal 24 Syawal tahun 1259 Hijriah di Qasam, sebuah kota negeri Hadramaut. Beliau dibesarkan di bawah asuhan dan pengawasan kedua orang tuanya. Ayahandanya Al-Imam Al-Arif Billah Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi dan ibundanya Asy-Syarifah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri yang pada masa itu terkenal sebagai wanita yang salihah dan amat bijaksana. Pada usia yang amat muda, Al-Habib Ali Al-Habsyi telah mempelajari dan mengkhatamkan Al-Quran dan berhasil menguasai ilmu-ilmu zahir dan batin sebelum mencapai usia yang biasanya dibutuhkan untuk itu. Oleh karenanya, sejak itu beliau diizinkan oleh para guru dan pendidiknya untuk memberikan ceramah-ceramah dan pengajian-pengajian di hadapan khalayak ramai, sehingga dengan cepat sekali ia menjadi pusat perhatian dan kekaguman serta memperoleh tempat terhormat di hati setiap orang. Kepadanya diserahkan tampuk kepemimpinan setiap majelis ilmu, lembaga pendidikan serta pertemuan-pertemuan besar yang diadakan pada masa itu. Selanjutnya beliau melaksanakan tugas suci yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya, menghidupkan ilmu pengetahuan agama yang sebelumnya banyak dilupakan, mengumpulkan, mengarahkan dan mendidik para siswa agar menuntut ilmu, di samping membangkitkan semangat mereka dalam mengajar cita-cita yang tinggi dan mulia. Untuk menampung mereka dibangunnya Masjid Ar-Riyadh di kota Siwan Hadramaut, pondok-pondok dan asrama-asrama yang diperlengkapi dengan berbagai sarana untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk soal makan minum, sehingga mereka dapat belajar dengan tenang dan tentram, bebas dari segala pikiran yang mengganggu, khususnya yang bersangkutan dengan keperluan hidup sehari-hari. Bimbingan dan asuhan beliau seperti ini telah memberinya hasil kepuasan yang tak terhingga dengan menyaksikan banyak sekali di antara murid-muridnya yang berhasil mencapai apa yang dicitakannya, kemudian meneruskan serta menyiarkan ilmu yang telah mereka peroleh, bukan saja di Hadramaut, tapi tersebar luas di beberapa negeri lainnya, di Afrika dan Asia, termasuk di Indonesia. Di tempat-tempat itu mereka mendirikan pusat-pusat dakwah dan menyiarkan agama. Mereka sendiri perintis dan pejuang yang gigih, sehingga mendapat terhormat dan segani di kalangan masyarakat setempat. Pertemuan-pertemuan keagamaan diadakan pada berbagai kesempatan. Lembaga-lembaga pendidikan dan majelis-majelis ilmu didirikannya di banyak tempat, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan dalam ruang lingkup yang luas sekali. Al-Habib Ali sendiri telah menjadikan dirinya sebagai contoh tauladan terbaik dalam berhias diri dengan akhlak yang mulia. Di samping kedermawanannya yang terkenal di mana-mana serta kewibawaannya yang merata, baik di antara tokoh-tokoh terkemuka ataupun masyarakat awam, sehingga tiap kali timbul kesulitan dan keruwetan di antara mereka, niscaya beliau diminta tampil ke depan untuk menyelesaikannya. Beliau meninggal dunia di kota Siwan Hadramaut pada hari Ahad tanggal 20 Rabiul Khair tahun 1333 Hijriah dan meninggalkan beberapa putra yang telah memperoleh pendidikan sebaik-baiknya daripada beliau sendiri, yang meneruskan cita-cita beliau dalam berdakwah dan menyiarkan agama. Di antara putra-putra beliau yang dikenal di Indonesia ialah putranya yang bungsu Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi,
pendiri Masjid Riyadh di kota Solo, Surakarta. Ia dikenal sebagai pribadi yang amat luhur, budi pekertinya lemah lembut, sopan santun serta ramah tamah terhadap siapapun, terutama kaum yang lemah, fakir, miskin, yatim piatu dan sebagainya. Rumah kediamannya selalu terbuka bagi para tamu dari berbagai golongan dan tidak pernah sepi dari pengajian dan pertemuan keagamaan. Beliau meninggal di kota Palembang pada tanggal 20 Rabiul Awal dan dimakamkan di kota Surakarta. Banyak sekali ucapan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang telah dicatat dan dibukukan. Di samping tulisannya yang berupa pesan-pesan atau surat menyurat dengan para ulama di masa hidupnya, juga dengan keluarga sanak kerabat, kawan-kawan serta murid-murid beliau, dan semuanya merupakan perbendaharaan ilmu hikmah yang tiada habisnya. Di antara karangan beliau yang sangat terkenal, dibaca pada berbagai kesempatan di mana-mana, termasuk di kota-kota di Indonesia, ialah risalah ini yang berisi Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi judul Simtud Durar fi akhbari Maulid Khairil Bashar wa ma lahu min akhlaqin wa awsafin wa siyar. Untayan mutiara kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia utama, akhlak, sifat dan riwayat hidupnya. Habib Ali Al-Habsyi sebelum mengarang Maulid Simtud Durar itu nang dibaca Maulid Diba, itu wiritanna. Nah, di antara ucapan Syekh Habib Ali Al-Habsyi, summa qala radhiyallahu an, maulidi haza law dawamal wahidu ala qiraatih wa hafizahu wa ja'alahu min awradih innahu ba yazharu alaihi syai'un min sirril habib sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ana allazi allaftuhu bi nafsi wa ana allazi amlaituhu kullama quri'a alayya futiha li babu ittisalin bin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kalami fihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam maqbulun 'indan nas wa zalika min kasrati mahabbati lahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta fi mukatabatihi. Ujar Habib Ali, maulidku ini, Maulid Simtud Durar, seandainya mengekali istiqamah seseorang atas membacanya dan menghafalnya dan menjadikan jadi wiritannya, sesungguhnya nampak atas seseorang itu sesuatu dari sir rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akulah yang mengarangnya, aku saurang nang mengarang bahasa kita lah. Aku yang mengimlakannya kepada murid. Nah, setiap kali dibaca maulid itu atas aku, Mujahid Ali, putihali babut tisalin bin Nabi, dibukakan oleh Allah bagiku pintu terhubung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapanku di dalam maulid itu adalah diterima di sisi manusia. Apa marganya? Karena dari banyaknya dalamnya cintaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca sedikit tentang manaqib Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kita berataan keluarga kita, jiran-jiran kita, anak-anak bini kita, berataan kita yang hadir ini,
mendapatkan keberkahan dari Habib Ali Sahibul Maulid, dan mudah-mudahan kita selalu diberi Allah Ta'ala pintu terhubung dengan Nabi lewat guru-guru kita, terutama guru Kapuh dan guru Sakumpul dan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tahlil. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين
الفاتحة وآية الكرسي وثلاثا من سورة الإخلاص والمعوذتين، وإلى حضرة النبي وأهل بيته الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma ja'al wa awsil wa ahdi wa balligh wa taqabbal thawaba ma qara'nahu wa ma 'amilnahu min anwa'il khairat fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan balighah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimuha wa nuhdiha ila hadrati nabiyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبصرين والسادة الصوفية المحققين وأولياء الكون أجمعين وإلى أرواح جميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح السيد الشيخ السيد محمد بن عبد الكريم السمن المدني وخليفته مولانا الشيخ محمد الرشيد بن عبد الله البنجري كلمبيان وشيخ سعد الدين محمد طيب بن مفتي محمد أسعد تانيران ودتو أحمد بن مفتي محمد أسعد باليمau وشيخ محمد كشفul أنور بن Haji Ismail وشيخ محمد شرواني عبد الباغل وشيخ محمد سلمان مليا وسلمان جليل ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذنا في المعهد دار السلام مرتفورة ثم إلى روح شيخنا ومربي أرواحنا ومرشدنا العالم العلامة العارف بالله الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري sekumpul وهجة جويرية بنت Haji Sulaiman وتوان Guru Haji Athaillah bin Tuan Guru Haji Abdul Qadir وتوان Guru Haji Muhammad Arifin bin Tuan Guru Haji Athaillah وتوان Guru Haji Ahmad Mawardi bin Tuan Guru Haji Muhammad Arifin wal Habib Zainuddin bin Al Habib Abu Bakar As-Sagaf Muasah wa Haji Ibrahim bin Haji Anan wa Guru Haji Muhammad Saman bin Kumala wa Guru Haji Fuad Fakhruddin bin Asmah wa Guru Muhammad Hilmani bin Guru Haji Muhammad Ramli wa Hajjah Arbainah binti Haji Ibrahim wa Haji Suhaimi bin Haji Ibrahim wa Hajjah
Masran bin Asnawi, Haji Mahli Ghazi bin Haji Ramli, Muhammad Maryuno bin Turo bin Hajjah Maryatul Qibtiyah. Thumma ila ruhi sahibil hawl Al-Imamul Jali Al-Qutbur Rabbani Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, wa ila ruhi syakhina wa ila ruhi syakhina wa mursyidina Al-Alimul Fadil Al-Mukarram Syekh Muhammad Ridwan bin Tuan Guru Haji Hasan Basri wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila arwahi man anfaqu amwalahum wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi hadzal ma'had minhajul abidin wa walidina wa walidihim wa amwatina wa amwatihim. Thumma ila arwahi man daja'ahum wa qarabahum min amwatil muslimina wal muslimat kafatan ammatan man lahum zairu wa la zaira lahum warhamil jami'a bi rahmatika ya Hannan ya Mannan ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma in kanu muhsinina fazid bi ihsanihim wa in kanu musiina fatajawaz anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa ala ma nawabihi masyayikhuna wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كرمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.